السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم دايرين؟ كانوا دايرين الامهات مع الاختبارات هاد الايامات، ربي يعاونكم ويعاونهم تانيكم مساكين. المهم شوفوا هاد الشيء، هاد المادلان احلى تاع المحلات، وخفيف خفيف ريشه، يقعد داك 3 ايام 4 ويقعد هشيش ما شاء الله. وجوج حبات بيض كيما هادي خارجي 24 حبه، جوج حبات بيض وساهل، ما فيه اي تعقيدات ما والو. شوفوا الشيات كيجي داير، ودرت عليكم هاد الخطه بالسكر كيما تاع برا. ما عندكش هانيك ليمون بغا مادلان، نقيت لك الحل، نقعد في اخر الفيديو نقول لك كي ديري ليهم. ما عندكش كاع المول تاع المادلان هذا، ما تخدميش مادلان، لا تخدميه مع امهات. في اخر الفيديو نقول لك الحل. وانتو كمان قبل ما نبدو نقول لك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبسم الله على بركه الله نبدو الفيديو تاعنا تاع نهار اللين، وهي المادلان. نعطيكم هذاك لاستيس كي تخدمي المادلان بلا لي ملتوح. صاي الشيرات يلا نديرهم مع بعضي. جوج حبات تاع بيض، يكونوا بدرجه حراره المطبخ. هنا راني متاكده بلي البيض تاعي راه جديد، اذا ما كنتش متاكده من البيض تاعك حليه في طبسيخ اخر. صاي كما قلت لكم جوج حبات بيض، انت درتي 24 حبه تاع مقتلان كيما هذوك اللي وريتهم لك صغار، ويجو خفاف يجي ما شاء الله. الشيات اكدوا لي على ما شاء الله. المهم قصه تاع ملح ها هي درتها هنا. ديري كاس تاع سكر، المهم الكاس اللي تبدي به كملي به. هنا نضرب شويه البيض تاعي شويه، من نطلعها شويه كيما هكا. هذه هي طريقتي تاع العمل. ديري الكاس تاع السكر وخلطي مع بعض. وكما قلت لك من تستعملي الباتور تجي الصوالح تاعك يجو خفاف، بغا بسكوي ولا مادلان ولا اي حاجه. تقدري تخدميه بالفوي اذا ما عندكش الباتور. المهم خدمي. نطلعوه هنا حتى يبيض الخليط. هنا شريت زيت جوج مغارف صغار تاع لافاني. هنا ما غير ما بانوش في التصوير. صاي اذا بغيتي ديري لافاني ديري القشور الليمون لو زيت دو سيترون جيتين بالشباب. وهنا كاس ماشي عامر زيت ما عمرتش. تنجمي تقولي كاس غير ربع، كاس غير سبع. المهم دخلت الزيت مليح. هنا نزيدو كاس تاع نتاع حليب يكون عامر. وهنا في هذه المرحله تقدري تقلعي الباتور وتخدمي بالفوي. اصلا تقدري تخدمي بالفوي غير واش تخلطي مكونات ملح باش الكيك تاعك ولا الكاكيك تاعك يجيك خفيف. درت الكاس الاول تاع الفرينه، وهنا ماشي شرط يكون الفرينه تكون شابه، حتى ديك الفرينه اللي تجي شويه غامقه يجي بها شباب. جربوا خاطرش المخبزات ما يخدموش بهاد الفرينه اللي تكون شابه. هنا درت الكاس زوج، وهنا نزيد لاليفير شيميك. الخماره تاع الكاطو، ها الخماره تاع الكاطو اوبليجي تكون مليحه، خصك تكون مليح، تكوني مجربتها، ويكون الكيك تاعك يطلع لك مليح ولا صوالحك يطلعوا مليح باش المادلان يجي شباب. خاطرش كاين وحدين يجوا ما تخدم لكش كاع ولا تجي بيريمي ولا مش عارفه. المهم تاكدي من الخماره تاعك. هنا كما قلت لك تنجمي انا الباتو درتها بالسرعه التاليه. اذا بغيت تقلعيه قلعي الباتو وخدمي بالفوي. هنا مغرف تاع خل ما تنسوهاش، تلعب دور محسن. وهنا زدت الكاس الثالث تاع الفرينه. نخلطوا المكونات مع بعضهم. داخل ديك الفرينه كما قلت لك انا نخدم غير بالفيتاس الاول، مانيش مجهده في الباتور. بغيت تخدمي بالفوي غير خدمي بالفوي، بصح غير واش خلطي تكلي على دراعك وخلطيه مليح باش المكونات ما يدير. وهنا واش نزيدو الشيرات، نزيدو نص كاس ولا ربع كاس كما بغيتي. المهم حسب الفرينه، خاطر كاين فرينه اللي تشرب وكاين فرينه ما تشربش. كاين اللي تزيديها ربع كاس وتجيك ثقيله، وكاين اللي تزيديها كون تزيديها نص كاس تجي خفيفه. حسب الفرينه تاعك تزيدي نص
زيدي غير نص كاسة. واذا كانت فاينه نتاعك ما تشربش، زيدي غير 4 كاس. هنا اوبليجي ديريه تخليه في الفريجيدير. انا درتها في هاد الطاس باش يعاونني من نقعد نديرها في الكيسات. خليتها في الفريجيدير غير نص ساعه. فديك نص ساعه شعلت الشيرة الفرن وخليه يسخن مليح. يبغي الفرن يكون سخون مليح. صاي الشيرات من نتاكد باللي الفرن تاعي سخن واللحمه، خرجت هذاك الخليط تاع الكيك من الفريجيدير. دوكا عمريه. واش تعمريه؟ عمريه 3 كار، تسمى 3/4 والربع خليه خاوي باش يجيك طالع. ومن تبغي تخوي المادلان تاعك خويه في الوسط باش تجي في هذيك القبه تاعه تجي مقبه مسمى. المهم فهمكم كل الوسائل. هنا درت شويه سكر كما تاع المحلات ودخلته يطيب. ايوا من يطيب الشيرات خليه على نار مجهده الفوق والتحت. قلت لك خليه شعلي عليه من الفوق ومن التحت وخليه يطيب في الوسط. ديري الشباك تاعك في الوسط وعلى نار مرتفعه كما قال لك. غير واش عسيه باش ما يحرقلكش. هذه هي لاستيس. هي اللي ما عندهاش ليمون هادوك كما قال لك الدرغوله عندك ولا ما عندكش بلوطار تشري. المهم عندك هادو اللي كتشوف فيهم تاع البسبوسه وتاع اللي يشروهم، اشري وحده وديري فيها الورق تاع المادلين وخدمي بها ويجيك مربع ويجي الشكل تاعه شباب ويجي ما شاء الله. تخليها في نفس العمليه في شباك الوسطاني من الفوق ومن التحت على نار مرتفعه. وعسيه الشيرات، عسوه ما تمشيش تخلي باش ما يحرق ليكمش وتاكدي باللي طاب. ها هو الشيرات شوفوا كيجي الشكل تاعهم شباب. وهذوك هذوك قلعيهم شيرات قلعوهم وزيدوا عاود طيبوا بهم. دسيهم عاودي طيبي بهم مره اخرى، مره زوجه ثالثه. هادو اللي ما عندهمش هذاك الموت تاع المادلين خلقت لكم حل ونتمنى تكونوا عجبكم هذا الحل. كما قلت لك هادوك ما ترميهمش، قلعيهم ودسيهم خدمي بهم حتى 5 خطرات يقعدوا لك. خاطش ما مستخدمين بهم هما غير دايرينهم فيهم الورق وخادمين بهم. هادو دسيهم ها هو صاي. راستي عجبتكم ولا ما عجبتكمش؟ ويجي المنظر تاعهم شباب مربع ويجي مختلف. وها هو المادلين تاعنا جاي شباب ما شاء الله عليه ويجي خفيف. الشيرات يجو خفيف في خفيف يقعد 3 ايام 4 عندك ما صالح والو. دوك نقول لكم مع الف سلامه وجربوه.